الإعلان عن الغضب محليا لم يتوقف عند هذا الحد، بل شمل أيضا إعادة التفكير بأسماء الشوارع. هذا الدوار في عمان القديمة وتحديدا في جبل الويبدة كان يطلق عليه دوار الحاوز بالنسبة إلى حاوز مياه قديم كان بموقعه، لكن اليوم يطلق عليه دوار باريس. منذ أيام حاول مجموعة من الشباب وأهالي المنطقة بطرح أسماء بديلة من بينها الجزائر أو الفن عبر فيسبوك ليتقدموا بطلب التغيير رسميا. أما يوم أمس نشر التراس الفيصلي عبر صفحته على فيسبوك صورا من دوار باريس تظهر يافطة كبيرة كتب عليها دوار العربي بن مهيدي، وذكروا في منشور مرفق للصور: أطلقنا اليوم حملة هدفها تغيير أي معلم أو شارع يعود مصدر اسمه للجمهورية الفرنسية، وكانت البداية بهذا التغيير مطالبين بتثبيت هذا الاسم رسميا. المبادرة لاقت استحسانا عند رواد مواقع التواصل. ديالا علقت: مقدمة رائعة، من الممكن صناعة عطر يضفي الجمال للشخص من الخارج، ولكن من المستحيل أن يزيل دناسة فكره من الداخل. وكذلك مقترح تغيير اسم الدوار لنجعله عربيا نفخر به ولا ينقطع ذكره على مر الأيام. صابرين أيضا أبدت إعجابها بثقافة الشباب وهذا التحرك، وقالت: يا الله أنا متأكدة لو جيلنا ضل بهالقوة هاي والفهم هاد أنا متأكدة رح يطلع منا ناس أفضل وأحسن من اللي قبل. الاسم الذي اختاره التراس الفيصلي هو لأحد شهداء الثورة الجزائرية والذي لقب بقاهر جنرالات فرنسا، العربي بن مهيدي. هو من أبرز الأسماء التي قادت الثورة الجزائرية التحريرية.